نأتي إلى آليات حماية الأمن الاقتصادي وكذلك الأخلاقيات اللي يجب اتباعها في هذا المجال. سي نور الدين بوطار، لماذا نتحدث الآن في هذا الوقت بالذات عن الأمن الاقتصادي؟ نجح عندما نتحدث الآن في هذا الوقت بالذات عن الأمن الاقتصادي، فذلك يعني أن تونس قد وصلت مرتبة من التقدم والتطور إلى درجة التحول، الانتقال من الحديث عن الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي. عندما كنا نتحدث عن الأمن الغذائي كنا نتحدث عن استقلال البلاد في غذائها، أي الإنتاج ما تأكله حتى لا تكون رهينة عند الدول التي تنتج ما نأكله الآن تحقق منذ مدة طويلة الأمن الغذائي، وبفضل السياسة الرشيدة والحوافز والبرامج الاقتصادية تونس أصبحت الآن في مرتبة أنها تصدر وأنها تعيش يعني في علاقة متكافئة مع الدول المتقدمة.